عدت سنة تقريبا على انتقال إمام عاشور للأهلي في صفقة عملت دوشة وضجة كبيرة لأكتر من سبب. الأول هو إنه جاي من الغريم التقليدي الزمالك، والسبب التاني اللي عمله إمام عاشور نفسه لما سب وشتم رموز النادي الأهلي، عشان كده الجمهور هاجمه لكن رجع ودافع عنه وقالوا عنه هيكون خليفة الماجيكو محمد أبو تريكة في القلعة الحمراء. ولحد دلوقتي أبو تريكة ما علقش على تعاقد الأهلي مع إمام عاشور، لكن المفاجأة حصلت بعد ماتش الأهلي ومازيمبي في نص نهائي دوري أبطال أفريقيا. إيه اللي حصل وأبو تريكة قال إيه على إمام عاشور والأداء اللي بيقدمه مع القلعة الحمراء؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في قشة لفة بلس. في 18 يوليو 2023 النادي الأهلي فجر المفاجأة وأعلن انتقال إمام عاشور لصفوفه في صفقة غير متوقعة، ونشر فيديو لإمام عاشور على حساباته ومواقع التواصل الاجتماعي وكتب عليه: لا يمكنك رؤية الشبح إلا حينما يقرر. ومن وقتها والجدل مصاحب لإمام عاشور وكل الناس بتتكلم على الصفقة. جماهير الأهلي قالت على إمام عاشور إنه هيكون خليفة أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، وهو حب يأكد نفس الشيء واختار رقم أبو تريكة اللي كان بيلعب بيه في الأهلي وبقى يلعب بالرقم 22. وهو قال إنه شرف كبير ليا ألبس قميص 22 بتاع محمد أبو تريكة. قالوا ليا الرقم ده هيكون تقيل عليك، لكن ده كان دافع ليا، وإن شاء الله الفترة المقبلة أقدم مستوى يليق بالأهلي. أبو تريكة معلقش على صفقة إمام عاشور خالص وكأنه مش راضي عليها زي حال عدد كبير من المسؤولين أو الجماهير الحمراء، لكنها ما أعلنتش معارضتها للصفقة. بعد ماتش العودة في نص نهائي دوري أبطال أفريقيا للأهلي قدام مازيمبي الكنغولي اللي اتلعب في استاد القاهرة وفاز بيه الأهلي وصعد للنهائي عشان يقابل الترجي، وفي استوديو بين سبورت قبل الماتش المذيع بيبارك لأبو تريكة الفوز وقال له: أتذكر دخول إمام عاشور رقم 22 مرعب يا كابتن، رقم 22 ده عظيم. فأبو تريكة قال له: امشي وادخل بالألماني، ويقصد يقفل على الموضوع ويبدأ تحليل ماتش ليفركوزن وشتوتجارت في الدوري الألماني اللي خلص بالتعادل 2-2. وهنا أبو تريكة رفض يعلق على أداء إمام عاشور عكس اللي بيحصل مع كل اللعيبة، وبيدي لكل واحد حقه من لعيبة الأهلي. ولحد دلوقتي أبو تريكة ما قالش إيه رأيه في أداء أو صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي. محمد أبو تريكة واحد من أساطير النادي الأهلي اللي بيعشقها الجمهور الأحمر بعد الأداء العظيم اللي قدمه في مشواره مع القلعة الحمراء، وقدر يحقق عدد كبير من البطولات والإنجازات على المستويين المحلي والعالمي، أبرزها برونزية كأس العالم للأندية عام 2006، وحقق وقتها لقب هداف البطولة، ومعاه كمان 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا حققها في 2005 و2006 و2008 و2012 و2013، و4 كأس السوبر الأفريقي و7 بطولات دوري و3 كأس مصر و4 كأس السوبر المصري. وساب الأهلي وراح بني ياس الإماراتي في 2012 على سبيل الإعارة، وخد معاهم بطولة الخليج للأندية، ورجع للأهلي سنة 2013 وخد معاه بطولة دوري أبطال أفريقيا 2013 للمرة الخامسة ليه مع الأهلي. وبعد البطولة ما خلصت أعلن اعتزاله كرة القدم عشان يروح يحلل ماتشات في بين سبورت. لكن إمام عاشور كان واحد من لعيبة نادي الزمالك قبل الانتقال للأهلي، ومش بس لعيب عادي، ده كان مشجع درجة ثالثة وجماهير الأهلي مش بتحبه. بس اللي عمله وقت لعبه في الزمالك، إمام اعتدى بالضرب على وليد سليمان كابتن الأهلي بعد ماتش السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات واللي فاز بيه الزمالك، وبعدها توقف من اتحاد الكرة المصري. وقبلها كان في ماتش بين الأهلي والزمالك في الناشئين، وخرج إمام عاشور في فيديو مع لعيبة الزمالك بيحتفلوا بفوزهم بالدوري على حساب الأهلي. وسط الاحتفالات إمام سب رموز وجماهير النادي الأهلي، واتحاد الكرة وقفوا 12 ماتش بعد شكوى المسؤولين في الأهلي. إمام عاشور لعب مع الزمالك 3 سنين ونص وسجل 15 جون وقدم 11 اسيست، وحقق معاه بطولة الدوري مرتين وكاس مصر وكاس السوبر المصري قبل الانضمام للأهلي.